الناس كلها واعية نبصنا مجانين. هو واحد يبقى قال لك وابتغوا إليه الوسيلة بالمطلب يعني. حتى الناس كلها عارفة الكلام ده ما شفت أنا. قال لك وابتغوا إليه الوسيلة كما الآية كما عملوا. هذا قول ربي تعالى وجزاه الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي تزلفوا إلى الله وتملقوا إليه وتوسلوا ما استطعتم، لكن بما تتوسل وكيف؟ الله علمك كيف تعمل إذا أردت أن تتوسل إليه. تقدم له بيضات يعني مشويات؟ لا بد وأن نتعلم كيف نتوسل إلى الله. أبشرك أنك الآن تتملق إليه وتتوسل إذا لم تكن لك حاجة إلا أن تسمع عن الله. أما إذا كنت تنتظر جالس لتخرج معه تسأل عن شأنك فليس لك شيء. أما حبسك الآن نفسك وجلوسك في بيت ربك وإصغائك وأنت منشرح الصدر، هذه هي الوسيلة. أنت لما هنا مربوط؟ تريد أن يرضى عنك، فإذا رضي عنك وطلبت وأعطاك، دي هي الوسيلة. أما أن تحرش عليه عبد القادر، ما توسلت، هددته خوفته بعبد القادر هذا. فعبد القادر ما هو إلا عبده صنعه وخلقه وهو الذي كمله. فإذا قلت أعطيني بحق العبد القادر توسلت يعني؟ لا، هددته بعبد القادر ما يعترف لك به. من الغلطة بدل أن نسأل الله من فضله وأن نتملق يا ربي يا ربي كما سمعت نور، نقول له يا ربي أسألك بحق فلان، أسألك بجاه فلان. هذا الجاه مهما علا يخضع له الله، يأثر في الله، هذا يخاف منه الله يعني. ومن هو هذا الذي عنده حق؟ يا معشر الصالحين تأملوا، العادة بيننا أننا نقول لذي الفضل يا ذا الفضل يا كريم أنت من الصالحين، الناس يقولون عنك كذا وكذا، من فضلك 10 ريالات الليلة، كذا ولا لا؟ هذه هي الوسيلة، هذا هو الطلب. ما نقول اسمع أعطيني من حق فلان، لا فضل لك أنت، فلان له حق عليك أعطيني من حقه. هذا يقال لله، للإنسان ما يقال. أهل الأدب والذوق ما يقولون هذا للإنسان، فكيف يقال لله أعطيني بحق فلان؟ فالوسيلة التي رفع رايتها لابن ليعلمنا، الوسيلة هي أعطيني بحق فلان وأسألك بجاه فلان. المعركة دائرة عليها من عهد نوح. لما؟ لأنها وسيلة رخيصة لا تكلفك دينارا ولا درهما، لا تغتسل بماء بارد ولا تبيت تركع وتسجد ولا تظل ظمآن عطشان في الصيف صائم، وإنما براد الشاي بين يديك وتقول ربي أعطني بحق فلان. تسخر أنت أم تستهزئ؟ ما الذي قدمت لله؟ عاقت من أجل الله؟ المؤمن يموت بعاق، أنت في الرباط والمدفع في يدك. ما الذي قدمت لله وتقول له أعطني بحق فلان؟ الإمام الأعظم أبو حنيفة أكبر الأئمة سنا، تبهتم، وتلامذته يروى عنهم يعدون هذا اللفظ من الكفر، كلمة أعطيني بحق فلان، لأنهم حللوها هذا التحليل المعنوي. بدل أن تسأله من فضله تتملق إليه تسأله يا ربي يا ربي من فضلك يا ذا الجود والكرم يا إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين من لي سواك أعطيني. قل له أعطيني بحق عبد القادر. هذا كلام يقال؟ هذا أعطيني بجاه فلان. عيب هذا كلام، عيب يقال لله. حتى والد الرسول
قال الأستاذ حتى ولو بالرسول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تسأل الله بأحد من خلقه، ولكن اسأل الله بأسمائه وصفاته. وإن أردت أن يستجاب لك فاطلب ساعات استجابة، صدق صدق واسأل الله بعدها، صم وقبل أن تفطر اسأل الله، صلي وابكي وفي أثناء الصلاة اسأل الله، افعل الخير واحمله بيديك إلى أهله واسأل الله. أما أعطيني بحق رسول الله وبجاه نبي الله ما تعطى. نحن قد ما نمنعك ولكن نعلم أنك ما تعطى، فدبر في أمرك وابحث عن وسيلة تنفعك. نعم، لأن الله عز وجل أكرم عبده ورسوله ورفعه إلى قمم الكمال والمجد، وما ولدت امرأة مثل محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. الله الذي رفعه، أنت تحسده يعني تهلك. أتحسد رسول الله بما أعطاه الله؟ الله رفع ذكره وقارنه باسمه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أن رسول الله شريك مع الله، هو كما قال أنا عبد الله ورسوله، وفي الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في نسبة أخرى، من أين تفتري إذا لو تكذب؟ عبده ورسوله. وهل تدري يا بني أن رسول الله يغضب عندما يسمع أحدا يسأل غير الله؟ لم يرضى أن يقول له صاحبه ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال قل ما شاء الله وحده. لما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت جالسة مع والدها أبي بكر ووالدتها أم رومان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ورسول الله كالبدر بين أيديهم، وقد فرج الله الكرب وأذهب الغم ونزلت الآية بالبراءة. قالت أم رومان قومي قبلي رسول الله واحمدي رسول الله، فقالت لا أحمد إلا الله هو الذي أنجاني. فقال الرسول عرفت الحق لآلي. اللهم صل خلوها عرفت الحق لأهله. قالت أحمد الله الذي برأني من فوق 7 سماوات، ما نحمد رسول الله؟ غضب رسول الله يعني طلقها، ما زاد على أن قال نعم نعم عرفت الحق لأهله. من الذي يستحق الحمد؟ من الذي له الحمد في السماوات والأرض؟ يا ابن المصر الكريمة، أيام الضغط والحصار والعسس والحرس على نبينا حتى لا يغتال، كان كل ليلة يتناوب الأبطال الحراسة، ما في حرب ولا مدفع، السيف والحمائل، ويبيتون واقفين عند الباب. اشتدت الأزمة، فاجتمع جماعة من المؤمنين وآلمهم منافق يتعارض لنسائهم ولبناتهم ولأنفسهم، فقالوا هيا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. والرسول صاحب، تعرفون سيف الرسول ما اسمه؟ ذو الفقار. سمعهم وهو في البيت فخرج وقال لا تقولوا هذا، إنما يستغاث